مساء الخير. تعالوا نعمل مع بعض ترند شوكولاتة دبي، وطبعا كالعادة أنا آخر واحدة في الدنيا ممكن أعمل لكم الترند، حقكم عليا بقى في التأخير. بس أوعدكم هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وأقول لكم إزاي تعملوها موفرة وما تتقارنش تماما بأسعار بره. هتعجبكم قوي، هتعملوا كمية كبيرة جدا بمكونات بسيطة حلوة، وكفاية ان هي عمايل ايدك وهتفرحي ولادك، وكمان ممكن تغلفي البارات دي وتبيعيها، تعملي منها مشروع وتشتغلي منها وتبيعي. بس لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مادونا. ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو، وقولوا اكتبوا لي بقى في الكومنتات عايزين اعمل وصفات ايه. يعني مشاهداتكم كده وكومنتاتكم بتشجعني كتير. يلا بقى نشوف الطريقة. معايا اي كمية كنافة، دول كانوا حوالي اقل من ربع كيلو. انا مش هستخدم نص الكمية دي حتى. انا بفركها، هي لسه طالعة من الفريزر، بفركها خالص كده بايدي. عايزة تعمليها في الكبة اعمليها، مش هتفرق. شوفوا فركتها ناعم خالص بايدي، يعني محتاجتش كبة. بزود عليها مثلا معلقة ولا اتنين سمنة، ويا اما بحمرها في الحلة زي ما بحمر الشعرية، او في الفرن. انا حمرتها في الحلة، وطبعا ما جبتش التحمير، مش مستاهلة ان انا اخركم معايا. دي زبدة فستق بقى انا اللي عاملاها في البيت. لو عايزين الطريقة اكتبولي في الكومنتات، وانا انزل لكم الطريقة بتاعتها، موفرة وحلوة جدا. جبت شوية كنافة محمرين كده في كل بولة. اول بولة كده خدت حوالي معلقتين من زبدة الفستق الاقتصادية الموفرة جدا، وطعمها رهيب ولونها تحفة. وقلبت كده الكنافة بالصوص. تاني بولة هعملها كده ببديل النوتيلا. برضو هقلبها. طبعا النكهات اللي انتوا بتحبوها عندكم بديل زبدة لوتس، او زبدة اللوتس عندكم كراميل. صوص التوفي اللي كنا زي اللي كنا عملناه مع بعض على القناة، صوصات كتير، جناش، لبن مكثف تعملوه في البيت، كل حاجة. دي كريمة الكندر بوينو برضو بعملها في البيت. برضو لو عايزين طريقتها اكتبولي في الكومنتات، وانا انزل لكم طريقتها هي والنوتيلا وزبدة اللوتس وزبدة الفستق. كل الصوصات اللي انتوا محتاجين فيديوهات بتاعتها اكتبولي وانا انزلها لكم. بقلب كده الصوصات كده بالكنافة. وطبعا يعني زي ما قلت لكم النكهات اللي انتوا بتحبوها اعملوها. دي كده بعد ما خلاص قلبنا الصوصات. بجيب بقى القوالب. عندي قوالب شوكولاتة، ده دست ذهبي. طبعا ده كله حاجات اختيارية، يعني انت ممكن خطوط شوكولاتة بيضة كده، تسيحي الشوكولاتة بيضة وتعملي خطوط وتسقعيها وترجعي تصبي عليها شوكولاتة بني عشان تعملي اشكال. ما عندكيش خالص هي شوكولاتة عادية. طب لو ما عندكيش قوالب، دي طبعا اشكال مختلفة من القوالب. طب لو ما عندكيش قوالب خالص، عارفة ورق الكب كيك اللي هو زي ورق الزبدة ده، اعملي فيه. بس طبعا ما تحطيش الارتفاع كله. او ورق الكب كيك اللي هو السيليكون. هاتي علبة بلاستيك زي علب المهلبية دي، والحاجات العلب البلاستيك اللي بتتباع في المحلات. صبي فيها واعملي فيها، بس ما تعمليش بالارتفاع كله. عندك مليون طريقة تقدري تعملي. انا طبعا بصب بقى الشوكولاته دي، شوكولاته بالحليب. بصبها كده في القالب، واحاول اغطيه واغطي الجوانب عشان اعمل الجوانب للقالب. بدي خبطه عشان لو في فراغات هوا تطلع، وبنزل الشوكولاته الزياده معايا. تمام. اهي، والشوكولاتات الزياده برضو بمسحها كده باي حاجه عندك، سكين، ظهر سكينه، اي حاجه. ده برضو الشكل التاني. بديله كده تغليفة وبنزل الشوكولاتة الزيادة وبشيل القوالب تسقع. ده القالب التالت معايا. طبعا اي اشكال قوالب سيليكون عندك، اي اشكال قالب الكب كيك حتى. حطي فيه ورقة زبدة او كيس بلاستيك، وصبي فيه طبقة شوكولاتة كده، وارفعيها من الجوانب كده حوالي سنتي حوالين داير، وصبي الزيادة، وارجعي حطي فيها الحشوة وغطيها. برضو هتنفع وتبقى زي الفل. هتعرفي تفرحي ولادك بكل الأحوال. بس طبعا لو عايزة تعملي مشروع وتشتغلي، يبقى لازم تجيبي قوالب. هنا معانا دي الكنافة اللي بزبدة الفستق. شوفوا لونها جميل ازاي وحلوة جدا. ببتدي بقى كده افردها في النص، علشان لما اصب الشوكولاتة ما تبقاش مرتفعة.
دي كنافة بالنوتيلا. احنا هعمل هنا ال3 بارات دول ب3 نكهات. تمام، ببتدي كده ايه واحدة واحدة اظبط الخليط. انا ما بعرفش اظبط غير بايدي يعني وطبعا الخليط عمال يلزق في الكيس بتاع الجلافز، فعمالة ايه كنت بعمل بيه بالعافية يعني. بظبط كده الحشوة في النص تبقى في النص مظبوطة، عشان لما اصب الطبقة التانية بتاع الشوكولاتة ما تبقاش فيه فتحات في النص. تمام. اهو بجيب بقى شوكولاتة وابتدي اغطي الوش كده وانزل في الجوانب بحيث ان الحشوة تبقى في النص بالظبط. اتمنى يكون الشرح بسيط وكل حاجة تكون واضحة في الفيديو. تمام. وزي ما قلت لكم لو عايزين وصفات الصوصات اكتبولي، عايزين صوصات ايه بالظبط اصورها لكم. انا صورت نوعين صوصات، وشوفوا لو محتاجين ايه واصوره لكم تاني وانزل لكم كده فيديو مجمع عن شوية صوصات حلوين. بس عايزة تشجيع كده في الكومنتات وقولولي يعني ايه رأيكم في الفيديوهات وفي طريقتي، ايه اللي كويس، ايه اللي محتاجين ان انا اغيره. هنا مثلا الشوكولاتات ورقة الشجر دي حطيت فيها ميكس من نكهتين زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا انت عايزة تعملي ميكس، عايزة تعملي نكهة واحدة، المربعات دي هعملها هي بالفستق بس. عايزة تعمليها نكهة واحدة، عايزة تعمليها ميكس نكهات اللي انت بتحبيه جربيه. برضو بعمل كده بايدي عشان احس كده بالارتفاع، واضغط عليها كده عشان لما اغطي بالشوكولاتة تبقى متغطية مظبوط. انا سرعت الفيديو على قد ما قدرت يعني، كان طويل جدا، بس حاولت ان انا اجيب لكم كل التفاصيل عشان اللي اول مرة هيجرب يعرف يعمل بسهولة. بشيل بقى هنا الزيادات بتاعة الشوكولاتات كلها. وهنا ده الشوكولاتة ورقة الشجر اللي هي الميكس. شوفوا ورقة الشجر دي ارتفاعها عالي، انا مش هعمل الارتفاع كله زي نفس فكرة ورق الكب كيك اللي بقول لكم عليها. كده بقى خلصت كله، الشوكولاته سقعت وطلعتها من القوالب. هنا بوريكم ان الشوكولاته لو في الجوانب كده بعد ما تطلعيها اي زيادات اعمليها بالسكينه هتخرج معاكي بسهوله، وتنضفي كده شكل القالب او البار وهيبقى حلو جدا. شوفوا طقم طبق حلو جدا ينفع للعزومات، واخديه هديه لحد، تشتغلي اونلاين تفرحي ولادك. بتمنى تكون الوصفه عجبتكم وما تكونش تقيله على قلبكم. شوفوا جمال الشوكولاته، ولا احلى من احلى محل في حقيقي بجد، وطعم رهيب. المهم نوع شوكولاتة نضيف.